السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فقاس بلدي باللوز على حق طريقه مع جميع الاسرى بدون تشقق وبدون كسور. نخليكم معايا ان شاء الله من الاول حتى الاخير. ولا عجبكم اكيد لا فيديو خليوا لي لايك وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ولاول مره كيشاهد القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل جديد ديالي. وخليكم معايا مع المكونات وطريقه ديال التحضير. في المكونات عندي هنايا 6 ديال البيضات، 2 كيسان ديال السكر يكون رقيق، وغنحتاج هنايا 2 كيسان ديال الزيت، كاس ديال الزنجله ما محمرش، 250 غرام ديال اللوز مرطب نص ساعه في الماء مع قليل من ماء الزهر. غادي نحتاج هنايا 3 المعالق كبار ديال النافع، 4 كاس ديال ماء الزهر، ساشي ديال الزهر. وهذا هو السر اللي كندير انا في الفقاس صراحه، هو اللي كيعطي واحد المذاق واللون للفقاس، النكهه ديال الكراميل. 3 ساشيات ديال الخماره ديال الحلوى. غنحتاج هنايا تقريبا كيلو 100 غرام ديال الدقيق. الطريقه اللي كنخدم بها الفقاس كنوضع جميع المكونات كما كتشوفوا معايا في قصريه ولا في اناء، المهم اي اناء بغيتو تخدموا فيه. يعني جميع المكونات. هنا بالنسبه للنافع كناخذ النافع غير كنسخنو شويه وكنطحنو باش ما كيفقدش داك اللون ديالو، ما كيفقدش ديك الجهد ديالو، ما تحمروش يعني في الفران. صافي غير كنطحنو كنغربلو كنخدم به. بالنسبه هنا اللوز كما ذكرت معكم كنرطبوه في الماء نص ساعه قبل، يعني ما تفوتوش نص ساعه باش يجيكم محمر يجيكم ذهب كما شفتوا معايا في الفيديو. بالنسبه للنكهه ديال الكراميل هذا هو السر ديال الفقاس بالنسبه ليا، يعني كيعطي واحد اللوغو خطير للفقاس وكيعطي حتى اللون. غنضيف هنايا واحد القبصه ديال الملح كما قلت لكم، يعني هذا هو السر اللي كنضيف انا للفقاس بالنسبه للناس اللي ضايقين عندي الفقاس. بالنسبه للناس اللي كنخدم ليهم، يعني اي واحد كيذوق هذا الفقاس كيعجبو بزاف بزاف وكيسولني على المقادير وكيسولني على السر اللي كيخلي الفقاس يجي مذهب ويجي، المهم الاسرار كلهم انا غنشاركهم معكم اكيد في هذا الفيديو. وبشهاده ديال الجميع ديال الناس اللي داقوا عند الفقاس ولا الناس اللي خدمت ليهم الفقاس صراحه اللي كياخذوا من عندي كيعاود يطلبوه، صراحه زوين وناجح والطريقه المعتمده عندي دائما ما كنبدلهاش من سنين هذه. وصراحه يعني الفقاس نتوما عارفين يعني ما كيخطى حتى شي مائده مغربيه، ضروري يكون موجود في الاعياد في المناسبات. صافي كما كتشوفوا هنا من بعد ما خدمت المكونات مزيان كما كتشوفوا معايا حتى كتكون واحد الرغوه من الفوق، المهم حتى كتاكدوا بان السكر راه داب. صافي انا كنبدا نضيف الدقيق. بالنسبه هنا للدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الحجم ديال البيض، دائما كنقولها لكم. يعني بالنسبه لي انا هاد العجنه زدت لي هاد المره كيلو 100 غرام. نضيف هنايا 3 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى. غنبدا نضيف هنايا الدقيق غير بالتدريج حتى تجمع لي العجينه. وهنا بالنسبه لجميع انواع الحلويات راه ما كيدلكوش، غير كتجمعوا. انا هنايا شويه مسرع عليكم فيديو باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. صافي هنايا. وبالنسبه لهاد الدقيق ضروري يكون الدقيق الخاص بالحلويات، يعني النوعيه الجيده. صافي انا نبدا نضيف هنايا الدقيق بالتدريج حتى كتجمع لي العجينه. هذا هو القوام ديال العجينه من بعد ما جمعتها كما كتشوفوا هنايا. باش تعرفوا هنايا العجينه يعني القوام ديالها هو هذاك، غادي تحطوا هنايا العجينه فوق السطح العمل كيبقى الشكل ديالها هو ما كتسيحش العجينه كما كتشوفوا معايا. يمكن تشكل الكره ما كتسيحش، يعني كتبقى في نفس الحجم ديالها. انا غنشكل 4 ديال الكرات كما كتشوفوا معايا. المهم نتوما على حسب القياس ديال اللاطه اللي عندكم، يعني تقدروا تجيكم 4 يجيكم حتى 5 على حسب القياس اللي عندكم. المهم انا غنشكل هنايا الحربول كما كتشوفوا معايا. وهنا تحاولوا كتشي لوزه خارجه دخلوها باش ما يبقاش لكم هنايا الفراغات، وهذيك اللوزه ما تبغيو تقطعوا ما تهرش لكم الفقاس. صافي هنا غنحطو هنا فواحد اللاطه اللي ديجا انا فرشه ليها بابي كويسون كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هنايا الحلابل ديالي كاملين اللي عندي. المهم هنا بالنسبه للحربو على حسب نتوما القياس، كما قلت لكم القياس ديال لاطه ديال الفران يقدروا يجيكم 5 يقدروا يجيكم 4 على حسب. اللي عندو الفران ديال الغاز راه غيجيوه غير 4 في لاطه كبيره.
انا هنايا بغيت هنايا الحبات ديال الفقاص يجوني متوسطين، ما يجونيش كبار، ما يجونيش عاوتاني صغار. بعد ما غادي نكمل غادي ناخذ هنايا، غندير واحد الخليط بين غناخذ هنا واحد الساشيه ديال الكاكاو كما كتشوفوا معايا. غادي نضيف ليها شويه ديال المزهر، ومن بعد غادي نضيف ليها بيضه كامله. بالنسبه انا علاش ما كنديرش الكاكاو مباشره على البيضه، باش حيت ملي كديروا الكاكاو مباشره على البيضه ما كيتكركب، ما كيوليش خليط واحد. صافي انا كندير هاد الطريقه، وحتى هذيك المزهر كيحيد الزفوريه ديال البيض. نضيف ليها واحد الساشي، اللي ما عندوش ساشي يدير معلقه ديال الكاكاو المر. وغنضيف هنايا بيضه، حتى كنخلط الخليط ديال المزهر مع الكاكاو، عاد كنضيف البيضه. كتشوفوا معايا باش كيعطيكم داك الخليط كيكون ثقيل، وفي نفس الوقت كيكون موحد، ما كيكونش فيه داك الحبيبات. صافي هنايا غادي ندهن هاد الحلاب اللي وجدت معكم ديال الفقاص مزيان، نحاول ندهنهم من الجناب ومن الفوق مزيان. صافي غناخذ هنا فورشيط، وغادي نحاول ندير هنايا خطوط يكونوا في نفس الاتجاه كما كتشوفوا معايا. صافي وفي الاخير كندير عندي واحد فيلي ديال اللي كنديروا به الزيف، يكون نقي وجديد. كنخلي انا هذا ديال في الكوزينه، اولا لا عندكم شي واحد مستعمل غديروا غير بريكه وتشعلوه فيه مزيان، تعقموه مزيان وتخدموا به ماشي مشكل. غادي انا نتقب به هنايا، نحاول نتقب به. وحاولوا نتوما ما تخشيو هذاك الفيلي، ما تجيكمش في اللوزه، حيت لا شد لكم في اللوزه غتخسر لكم الفقاص. غير تقبوه، حاولوا تقبوه مزيان. صافي وهذا هو السر اللي يعني كيقول لك اكثر من 90% ديال النجاح ديال الفقاص، وهو الفران. هنا ضروري يعني الفقاص يطيب في الفران، يكون يعني المره الاولى تدخلوا الفران يكون الفران بارد، حتى تدخلوا اللاطه عاد تشعلوا الفران. الا مشيتو دخلتوا الفران سخون راه كله غيتشق لكم من الوجه ديالو، غيجيكم خايب، ما يجيكمش زوين. يعني هاد السر يعني راه من الاسرار ديال النجاح ديال الفقاص، وهو انه خصو يكون الفران بارد. غادي نخشيه في الفران، وغادي نشعل ديك الساعه درجه الحراره 150، وتكون يعني اللاطه بعيده يكون على العافيه، يعني تكون درجه الحراره بعيده على اللاطه. بحال دابا عندكم فيه 3 طبقات الفران ديال الضو كما شفتوا معايا، انا درته في الطبقه الثانيه. وكما كتشوفوا معايا شعلت عليه غير من التحت على درجه الحراره 150. الفران يعني ما كنسدوش مزيان كما كتشوفوا معايا، ضروري كندير شي معلقه ولا فورشيط بحال هكا وكنخليه يعني منفس. بالنسبه نفس الطريقه هي بالنسبه للفران ديال الضو، بالنسبه للفران ديال الكاس. بدا تقبلكم نشف، عاد كتشعلوا عليه من الفوق غير واحد شويه صافي وكتحيدوه. هنا من بعد ما كيطيب كما كتشوفوا معايا خديت هنايا عندي هنا جوج زيوفه، فزكتهم مزيان وعصرتهم، درت واحد من التحت وواحد من الفوق كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نخليه يبات ليله كامله كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، ما كيتشق ما حتى شي حاجه، كيجي ناجح. غير تبعوا معايا ان شاء الله الطريقه، المرحله بمرحله ان شاء الله غينجح معكم من اول تجربه بالنسبه للناس اللي كيستقش ليهم الفقاس. صافي هنا من بعد ما دازت ليله كامله، اولا بحال دابا نتوما وجدتوه في الصباح يعني تقدروا تقطعوه في الليل، يعني على الاقل خصو يعني يدوز واحد 6 ديال الساعات. صافي انا غادي نبدا نقطعو كما كتشوفوا معايا. كناخذ هنا واحد الموس كيكون ماضي، انا خدمت غير بالموس عادي كما كتشوفوا معايا. صافي غادي نبدا نقطع يعني هنايا بكل سهوله، راه ما كيتهرس ما حتى شي حاجه، كيكونوش فيه كسور نهائيا. غير بالنسبه لهذوك الجناب اللي كل حربول كيتحيدوا من دوك الجناب كيكونوا صغار كما كتشوفوا معايا. صافي هنايا غادي نبقى نقطع هنا بشويه كما كتشوفوا معايا. راه كندي وكنجيب في الموس، ماشي كنهبط الموس من الفوق حتى لتحت. كتشوفوا معايا كنقطع بحال كنقطع بالمنشار كما كتشوفوا معايا. هنايا اللوز يعني كما ذكرت معكم في الاول، يعني ما تفوتوش الا رطبتوه بزاف، بحال رطبتوه دابا ليله كامله راه ما غيجيكوش بحال الطريقه. ملي تبغيو تحمروا الفقاس غادي يتقلص الحجم ديالو، وغيبقى الفراغ ديالو ما غيتحمر، غيبقى خضر. ماشي بهاد الطريقه ملي كترطبوا غير نص ساعه حتى ل 40 دقيقه بحال هكاك ما كتفوتوهاش نهائيا، كيبقى الفقاس زوين. وحتى ملي كتحمروا الفقاس في الفران كيتحمر لكم زوين، وكيجي الفقاس يجي اللوز حتى هو مذهب، يعني ما كيتحرقش وما كيبقاش خضر. صافي هنا غادي نستمر بنفس الطريقه. نقطع هنايا هاد الحربول وغادي ندخلو هنايا للفران درجه الحراره 150 حتى هو، يعني كنحمروا لدرجه الحراره منخفضه باش كيتحمر من الداخل ومن برا. وهذا حتى هو سر من اسرار انه باش يبقى لكم مده طويله محافظ على القرمشه ديالو.
بالنسبه للطريقه ديال التحمير ديال الفقاس، غادي ناخذ هنايا اللاطه، غادي ندخلها. ديجا انا شعل الفران من الفوق ومن التحت، كناخذ لنا اللاطه كنديرها لتحت كطيب. ماشي كطيب، ما كنخليهاش تحمر، غير كتبان لكم هنايا الفقاس يعني بدا يلا كيبدا كياخذ واحد شويه اللون، كنحيدو وكنطلعو الفوق غير باش الفقاس، حيت طيبته من الاول من الوجه ديالو الفقاس بحال كيعواج. اما الا درتوه من التحت يعني طيب من التحت واحد شويه، غير يبان لكم بدا كياخذ واحد اللون، تخليوش يتحمر، حيت ديك ما كيتحمر من التحت ما كيجيش اللون ديالو زوين، غير يبدا يبان لك بدا شويه صفر. صافي كطلعوا اللاطه الفوق، تخليوها تحمر من الوجه ديالها. صافي من بعد كتقلبوه، خليوه يكمل عاوتاني التحمر ديالو من التحت. ونفس الطريقه بالنسبه للفقاس، بالنسبه للاطات اللي بقاو لكم كاملين. والشكل النهائي ديال الفقاس كما كتشوفوا معايا كيجي اللون ديالو موحد، كيجي صراحه كيبقى مقرمش مده طويله. ديروه غير فشي بواطه، ديروا معاه واحد الطريف ديال السكر، ويكون عندكم يعني تكون هاد البواطه يعني محكمه الاغلاق، يعني تكون تسد مزيان. صافي وتحتفظوا به، يبقى لكم مده طويله، راه كيبقى حتى شهرين 3 شهور ما كيبقى عليه حتى شي حاجه، حيت هو ديجا محمر مزيان ومقرمش، يعني محمر من الداخل ومن برا. وهذا هو النتيجة النهائية. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. انا شرحت لكم يعني يعني التفاصيل بالتفاصيل، يعني ما خليت حتى شي سر انني ما شاركتوش معكم. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وحتى نتوما ما تنساونيش من البارطاج، ولا عجبكم اكيد فيديو ما تنساونيش من اللايك، وبارطاجيو حتى نتوما مع الاصدقاء ديالكم والاحباب والعائله. ووصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. بسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. السلام عليكم وعشركم مباركه.